نقطة إنسانية بحتة، وأنا شكرا يا شباب، شيلوها بقى خلاص. نقطة إنسانية بحتة بحتة بتستوقفني دائما وأبدا، وأنا بشوف أي حاجة ليها علاقة بالنجاح، أي حاجة ليها علاقة بالمجد. ده مجد، مش مجرد كلمة نجاح هنا صغيرة، ده مجد. عارف أنت لما هو بيقول لك الأبطال اسمهم بيتكتب في التاريخ لما يصلوا إلى نجاح يصل إلى حد تحقيق المجد. ده مجد جماعي ومجد شخصي لكل لعيب من اللعيبه دي. شفت البساطه والحلاوه ان كل واحد فيهم يسعى الى بر والديه. اللقطات دي بكتير قوي يا جماعه. اشرف حكيمي اللي من اول البطوله عنده فرد، والدته معاه ودايما يحتفل بيها ويتبارك بيها ويتباهى بيها. ابحث عن اي نجاح هتلاقي رضا الوالدين. عرض لكم الصور دلوقتي. شوف النهارده كل اللعيبه، شوف النهارده سفيان بوفال بيطلع على المدرجات عشان يجيب والدته ينزل تحتفل معاه بالمكسب، تحتفل معاه بالفوز. ايه الحلاوه دي يا جماعه؟ ايه الجمال ده؟ النقط او الحاجات البسيطه دي تفاصيل صغيره، بس التفاصيل الصغيره ديت هي اللي بتصنع كل الاحداث الحلوه الجميله. هي اللي بتخلي المنظر في هم الناس دي عملت كده عشان اكيد كل حاجه عندهم ماشيه كويس. بخلاف حتى كمان كده، شوف علاقه اللعيبه ببعضها عامله ازاي. شوف الالتحام ما بينهم وبين بعض عامل ازاي. شوف تشجيعهم، شوف نظرتهم لبعض، واثقين في بعض قوي. يقول لك اي مدرب كوره يقول لك اهم حاجه، شفت هيرفي رينار في المحاضره بتاعته لك بص لزميلك، خد الثقه من عينيه. اي مدرب كوره في الدنيا بيقول للعيبه بتاعته خلي عندكم ثقه في بعض. لما هيروح انت هتبقى في ظهره، لما هيغلط انت هتشيل عنه، لما هيطلع لقدام انت اللي هتدافع في الحته دي، انت اللي هتعمل كده. اتفرج النهارده مفيش لقطه اللي هم بيحيوا بعض يشجعوا بعض في كل كوره. اوضه لبس. اتفرج حكيم زياش وهو بيتكلم عن الراجل المدرب بتاعهم وليد الرجراجي. اتفرج اشرف حكيمي وهو بيتكلم، تحس ان المنتخب كان متكتف مع وحيد خليلوزيتش، تحس ان اوضه اللبس كانت مع قرابه حبتين ثلاثه، تحس ان في حاجه هم بيلعبوا عشان خاطر بلدهم، بس في حاجه مع قرابه، هو في حاجه ليها علاقه بوحيد خليلوزيتش نفسه في علاقاته حتى كمان مع اللعيبه. كان لا يبدي اهتماما بنوعيات معينه من اللعيبه. تعال النهارده شوف، اتفرج اللعيبه كلها عندها ثقه كبيره عامله ازاي في وليد الرجراجي. فبتيجي تتكلم على اجزاء قد يراها البعض ان هي ايه يعني. بص، ده وليد الرجراجي مع اسرته، ومن حقه هذه يعني، ومن حقه هذه الفرحه وهذه الاحتفال. بالمناسبه كمان اللي على ايده الشمال دي والده اشرف حكيمي. مجهود كبير بيتبذل ويتعب عليه، ودي والده الكابتن وليد الرجراجي. يا جماعه الحاجات دي، ده النجاح. اللي عايز ينجح يا جماعه ده النجاح، ده طعمه يا اخوانا، ده طعمه، ده طعم النجاح. كده الناس دي تبقى فخوره بيك، اسرتك الصغيره، اسرتك الكبيره، بلدك، شعبك، ناسك. هو ده يا جماعه، مش حاجه تانية. ده وليد الرجراجي، وهتلاقي زي ما بقول لك اشرف حكيمي، وهتلاقي سفيان بوفال، وهتلاقي زي يعني بص، مفيش اكتر من كده فيديوهات، مفيش اكتر من كده صور. هاتوا لنا يا شباب. بص ده سفيان بوفال، وانا عرضت لكم لقطه في الاغنيه وهو بيحتفل وبيرقص مع والدته. ربنا يا رب يبارك له فيه ويخليها له. بارك. اتفرج. واشرف حكيمي وهو بيطلع لوالدته اهو. يا جماله يا جماله. قول لي بقى، قول لي بقى حاجه بتخلي الناس فرحانه كده زي الكوره. دور يا باشا زي ما انت ما عايز، مش هتلاقي. ده ياسين بونو افضل حارس في البطوله من وجهه نظري. ولو ركزت في الحراس المميزين في البطوله ديت، او ركزت في الفرق وما وصلت اليه في هذه البطوله، ستجد ان لديها حراس متميزين. ليفكوفيتش
في كرواتيا، ياسين بونو مع المغرب، مارتينيز مع الارجنتين، هوجو لوريس مع فرنسا. شوف الاسماء دي كده وشوف اربط بقى اللي عملوه في الملعب في ماتشاتهم كلها على مدار البطوله، فهتعرف اللي انا بقول لك عليه. كل حاجه لازم يتعمل حسابها للي عايز يوصل للمكان والمكانه ديت. مبروك كبيره للمنتخب المغربي اللي شرفنا ورفع راسنا وعبر عن نفسه وعبر عن الكرة المغربية والكرة العربية والكرة الإفريقية بجدارة واستحقاق صعب، بل وصعب جدا إن هو بيتحقق في أي وقت من الأوقات.